عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كويزين لبنى. اليوم كنقترح عليكم البهله. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبده. للاشاره انا غادي نستعمل هنا غير نصف المقادير، انا غادي نعطيكم المقادير الاصليه. 200 غرام ديال الزبده عاديه ديال العبار، 350 ديال السكر سنيده، نسيترو ديال الزيت غادي نقصو منه كاس ديال العنبه، غادي نحتاجو الكاس ديال اللوز محمر وبالقشره ديالو مهرمش، شويه ديال الجلجلان انا ما استعملتوش هنايا، غادي نحتاجو الواحد فاني وجوج خمارات. بالنسبه للكميه ديال الطحين غادي نحتاجو تقريبا 1 كيلو ديال الطحين. هذه هي المقادير ديال البهله. المرحله الاولى غادي نخلط النواشف اللي عندي: لوز، سكر سنيده، خميره، الفاني، نخلطهم مزيان. وغادي نضيف لهم الزيت وغادي نبسس العجين ديالي. غادي نخلي الزبده هي الاخيره. انا درت هاد الاناء عندي شويه صغير، غادي نقلبو في اناء اخر باش نقدر ندلك العجينه مزيان. العجينه كيف كتشوفوا ها هي، تساجمت العناصر اللي وضعت كامله. غادي نضيف ليها الزبده وغادي ندلك مزيان، وعاد غادي نتلاقاو باش نشوفوا العجينه ديالنا. الكميه ديال الزبده اللي عندي غنبقى نخدم فيها حتى تخلط مزيان. في نفس الوقت كنجمع وكندلك العجينه. غادي نستمر في هذه العمليه حتى نجمع العجين اللي عندي. العجين ديالي ها هو واجد، ما بقى لي الا نديرو في الطاوه الخاصه بالبهله اولا الطاوه العاديه، ندخلو الفران نشعل عليه من الفوق حتى يتشقق مزيان ويتحمر، عاد نشعل عليه لتحت. الطاوه ديالي ها هي واجده، ما بقى لي الا ندخلها للفران اللي شعلت عليه من الفوق حتى تحمر ونزلها لتحت تكمل الطياب ديالها. البهله ديالي ها هي واجده، كنقدمها لكم بالصحه والراحه، نتمنىها تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه بحول الله.